ازيكم عاملين ايه؟ انا ريهام من جوستو فود. النهارده هنعمل مع بعض سينابون رولز او سينامون رولز زي ما بيتقال، او لفائف القرفة. اتعمل في شمال امريكا واوروبا. تمام. وليه مسميات تانية كتير. مهم ان هو وصفة خطيرة ومتعرف على ان هي بتتاكل سخنة. تمام. انا حطيت في العجان 3 كوبايات دقيق. المرة دي الوصفة هقولها بالكوبايات عشان الناس اللي زعلت المرة اللي فاتت من الميزان. وحطيت عليهم كوباية إلا ربع لبن وبيضة ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقتين سكر. تمام. ومعلقة صغيرة من الملح. وهنعجن كويس. ممكن تعجنوا بإيديكوا عادي أو بالعجان لو متوفر عندكم. ومهم جدا نستخدم دقيق نوعه كويس عشان العجينة بتاعتنا تطلع معانا حلوة. تمام. هنا كده في العجينة بعد ما خدت وقتها شوية في العجن هنضيف الزبدة. والزبدة بتاعتنا 50 جرام اللي هي ربع كوباية. تمام. وتكون الزبدة طرية. بصوا العجينة بتاعتنا لازم تبقى بتلزق كده. هنطلعها بقى من العجان ونلمها كده. زي ما انتم شايفين العجينة طرية جدا جدا وتحفة. تمام. هنغطيها تخمر. وبعد كده بعد ما تخمر هقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي معانا خليط القرفة والسكر والزبدة اللي هندهن بيه عجينة السينابون. نص كوباية زبدة اللي هي 100 جرام ونص كوباية سكر أبيض عليها معلقة كبيرة من القرفة. وهنقلبها كويس مع بعض، نخلطهم كويس جدا جدا مع بعض. بعد كده هنجيب العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. بصوا ما شاء الله جميلة قوي وخمرت كويس. بص انا بحب السينابون جدا جدا جدا. وطريقتي في السينابون دي انافس بيها سينابون نفسه. وتحدي اي حد جرب سينابون وهيجرب طريقتي هيعرف ان طريقتي احلى. مش غرور يا جماعة. تمام. هما هنفرد العجينة بتاعتنا على شكل مستطيل كده كبير. بعد كده هنفرد عليها آه الحشوة بتاعة القرفة. هنسيب الطرف ده كده مش مدهون عشان لما نلفها نعرف نقفل العجينة كويس. معلش الحامل كان بيتهز مني شوية وانا شغالة. نلفها رول كويس ونضغط لجوه كده عشان العجينة ما تفكش مننا. تمام. بجد جربوا الطريقة وهتاكلوا احلى سينابون رولز دقتوه في حياتكم. وتحدي اي حد. تمام. بس كده العجينة بتاعتنا الرول بتاعنا جاهز. هنسويه كده وبعدين هحدده بالسكينة وأقطع. تمام. ممكن تعمليها بالخيط اللي هو الدبارة ده. هنا وبعد ما قطعناها بالسكينة بص شكله تحفة. أنا لو أكلت سينابون كل يوم مش همل ولا هزهق منه. الناس اللي بتحب السينابون هتبقى فاهمة كلامي كويس. من المعجنات اللي بعشقها. هنا بعد ما سيبناه يخمر نص ساعة تاني في مكان دافي. انا نسيت اقول لكم ان العجينة تخمر لمدة ساعة برضو في مكان دافي. تمام. هنا بقى معرفش الكاميرا ما جابتش الصوص بس هكتب لكم مقاديره. بصوا عشان احنا كنا في السقعة فالصوص ما شاء الله يعني زي ما بيقولوا معاندني مش عايز ينزل كويس ويدي شكل حلو كده وجميل. فانا قررت ان انا احط بقى بايدي كده. يعني محدش يضحك عليا. تمام. بصوا السينابون هشرب طري ازاي. بصوا بصوا. بصوا الجمال. تحفة.
تحفة تحفة تحفة، خطير يا جماعة على رأي مروة الشافعي. بصوا هنا بقى بالصوص، فترة التعذيب، تحفة والله العظيم تحفة. جربوا الوصفة وابعتولي التطبيقات بتاعتكم. بصوا الجمال، يعني انا دلوقتي عايزة اقوم واعمل سينابون حالا. بجد يا جماعة خطير. جربوا الوصفة ومش هتندموا، وهتوفروا فلوس بقى قد كده على فكرة، اللي بتدفعوها وتشتروه من بره جاهز. انا مش بحارب اي مكان بيعمل، بس صراحة لما هتجربوه وتعملوه هتلاقوا ان هو احلى كتير كتير من اللي بنشتريه بره غالي وافورة في السعر. كان معاكم ريهام، واتمنى تجربوا الوصفة.